موعد مباراة الأهلي الأولى في موسم 2025-2026 مواجهات نارية في انتظار الأحمر. بس في البداية لو أنت من عشاق النادي الأهلي ومتابع لأخبار الدوري المصري ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل ليك كل التفاصيل الحصرية أول بأول. نبدأ بخبر مهم جدا. رابطة الأندية المحترفة أعلنت بشكل رسمي تقديم موعد انطلاق الدوري المصري الجديد يبدأ من يوم 8 أغسطس بدلا من يوم 15 أغسطس، وده بعد اتفاق اتحاد الكرة مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب. الهدف من القرار ان اللاعبين يلعبوا 3 أو 4 جولات مع انديتهم قبل موعد معسكر المنتخب في سبتمبر القادم استعدادا لتصفيات كاس العالم 2026. بس الدوري الموسم ده هيكون مختلف تماما، لان لاول مره 21 فريق هيشاركوا في البطوله بعد قرار الغاء الهبوط الموسم اللي فات. النظام كمان هيتغير. المرحله الاولى دوري من دور واحد، وبعدها الفرق هتتقسم لمجموعتين، مجموعه تنافس على اللقب والثانيه تصارع للهروب من الهبوط. الاهلي بيستعد بقوه لانطلاق الموسم الجديد، والنهارده الفريق راجع للتدريبات في استاد التاتش بقياده المدير الفني الاسباني خوسيه ريبيرو بعد راحه قصيره استعدادا لاول مباراه في الدوري ضد مودرن سبورت يوم السبت الجاي على استاد القاهره الساعه 8 مساء. الاهلي قبل بدايه الدوري لعب ماتش ودي ضد انبي وفاز 2-0 باهداف محمد مجدي قفشه وتريزيجيه، وده كان بروفه قويه قبل الموسم اللي فات الاهلي حسم لقب الدوري بفارق نقطتين بس عن بيراميدز، والموسم الجديد البدايه مش سهله خالص. يعني عندنا في الجوله الاولى مودرن سبورت، وفي الجوله الثانيه فاركو، وفي الجولة الخامسة قمة نارية ضد بيراميدز، وفي الجولة التاسعة ماتش القمة ضد الزمالك. والأخبار الحلوة لجماهير النادي الأهلي، النادي دعم صفوفه بصفقات قوية جدا مع عودة المهاجم محمد شريف والظهير الأيسر محمد شكري والمدافع الواعد ياسين مرعي. كل الأنظار دلوقتي متجهة لأول مباراة السبت اللي جاي. هل الأهلي هيبدأ الموسم بانطلاقة قوية ويحافظ على لقبه، ولا المنافسة هتكون أصعب السنة دي؟ قولوا لنا رأيكم في الكومنتات. تتوقعوا الأهلي يبدأ الدوري بإيه؟ فوز ولا مفاجأة من مودرن سبورت؟ ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ومهتمين بأخبار النادي الأهلي والدوري المصري، واستنونا في تغطيتنا للدوري المصري. كان معكم حسن سعيد.